السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا، قناة القراءة أسرار وحكايات. في الوقت اللي كانت فيه مظاهرات الطلبة والدنيا ولعة بثورة 1919، كانت الكليات والمدارس كانوا هم وقود المظاهرات في الوقت ده. كان في شاب في كلية الطب كانش بيشترك في المظاهرات دي خالص، وكان ضد الكلام في السياسة. كان زمايله في الطلبة بيتريقوا عليه وبيسخروا منه، وكانوا بيلقبوه دايما ابن اللينبي، اللي هو كان في ذلك الوقت المندوب السامي البريطاني. كان مدير كلية الطب، كان اسمه الدكتور كينتنج، كان بيقول هذا الفتى ابن الإمبراطورية البريطانية. كان ما بيفتحش أبوابه إلا للشاب ده. أصدر أمر عن أن بطلنا اليوم يدخل عليه في أي وقت بلا استئذان، وبيدخل المعامل بلا أي إذن. المفاجأة أن الشاب ده اللي ملوش في السياسة الجميل ده، اللي هو موالي للإنجليز، هو أخطر فدائي عرفته مصر في تاريخها، وإن الإمبراطورية البريطانية هتجند كل عناصرها وإمكانياتها عشان تغتاله بعد كده. حكايتنا اليوم عن البطل أحمد عبد الحي كيرة، أحد الأبطال المجهولين في مصر، وإن المصريين بدأوا يعرفوه عنه عن طريق رواية كتبها أحمد مراد اسمها 1919، اللي تحولت لفيلم اسمه كيرة والجن، واللي اتكلموا عنه بعض المؤرخين في كتبهم زي مصطفى أمين اللي عمل كتاب اسمه الكتاب الممنوع أسرار ثورة 19، ويحيى حقي اللي عمل كتاب ناس في الظل، وصبري أبو المجد اللي هو سنوات ما قبل الثورة 4 أجزاء، واتكلم فيه على أبطال ثورة 19. كان اسمه الحقيقي أحمد عبد الحي كيرة، كان طالب في كلية الطب، كان عضو ناشط جدا في جماعة سرية للكفاح المسلح ضد الإنجليز، اللي هو الجهاز السري اللي كان بيرأسه مؤسسه عبد الرحمن فهمي باشا، اللي كان أحد رجال سعد باشا زغلول. وكيرة كان من ضمن الناس اللي كان بيعتمد عليهم الجهاز السري، لأنه كان ذكي وكان بيجيد التخفي والتنكر بشكل كبير، ده غير إتقانه لعدة لغات. أما بالنسبة للتنكر فحدث ولا حرج. مرة كان يتنكر في صورة نجار، مرة يكون يتنكر في صورة شيخ أزهري، مرة في صورة ضابط بريطاني، مرة زي فلاح بسيط. كان حذر جدا، وكان من الصعب جدا إنك تمسك عليه أي حاجة. ده غير إن تمثيلية إنه مش بتاع سياسة وإنه بيرفض ينزل مظاهرات ساعدته كتير إنه يكسب ثقة مدير كلية الطب، اللي سمح له إنه يدخل جميع المعامل. ودي ساعدت أحمد كيرة كتير إنه يجمع المواد الكيميائية الخاصة بالقنابل، واللي كان بيستخدمها ضد الاحتلال. ورغم دوره السري في الثورة، ناس كتيرة حكت عن بطولاته، زي البطل الفدائي عريان موسى اللي كان نشر في مذكراته إن كيرة كان زميله في جمعية اليد السوداء اللي كانت بتحارب الاحتلال. وكمان ذكر تفاصيل عنه الكاتب الكبير مصطفى أمين في كتابه الكتاب الممنوع أسرار ثورة 19، وذكر اسمه في كثير من أبطال ثورة 19 اللي كانوا أعضاء الحركة المسلحة السرية ضد الإنجليز. رغم أن المعلومات قليلة كتيرة عن كيرة، لكن الكل بيجمع أنه شارك في عمليات مسلحة ضد الاحتلال وعوان الاحتلال. مش بس كده، كان عضو رئيسي في فرقة الاغتيالات اللي شكلها عبد الرحمن فهمي باشا أثناء ثورة 19، واللي كانت بتضم أحمد ماهر باشا اللي هيبقى رئيس وزارة، والنقراشي باشا اللي هيبقى رئيس وزارة، وعبد الرحمن الرافعي المؤرخ المعروف اللي كاتب كتب كتير، واللي أصبحوا اللي هما النقراشي وأحمد ماهر رؤساء وزارة بعد كده. كيرة كان مسؤول عن قتل عدد كبير من ضباط الإنجليز، لكن دور كيرة بدأ يكشف الإنجليز أثناء التحقيقات مع أحد أعضاء الجهاز السري ثورة 19، عندما تم اغتيال السيرلستاك، وبدأ يذكر اسمه كتير. وكان زمان لما كانت تحوم حواليه الشبهات كان بيخرج منها زي الشعر من العجين، لأن سجله نظيف. لكن المخابرات البريطانية أول ما عرفت بدوره وتم كشفه بعد مقتل سيرلستاك،
عملت نشرة بأوصافه ووزعتها في جميع أنحاء مصر، والنشرة دي كانت بتطالب بالقبض عليه حي أو ميت. لكن أصدقاء كيرا قاموا بتهريبه بجواز سفر مصور لليبيا، وبعد كده سافر على سفينة لإيطاليا بعد ما دفع 200 جنيه لواحد من البحارة الأجانب. لكن البحار اللي هو بتاع المركب الإيطالية دي بلغ عنه السلطات الإيطالية، لكن أول ما وصلوا إيطاليا السلطات حاولت تقبض عليه، معرفتش. قلبوا المركب، معرفوش. طرح إيه؟ إن كيرا كان حذر جدا واتنكر وهرب. بعد كده سافر لألمانيا، وبعد كده محطته الأخيرة كانت في تركيا اللي فتح فيها قهوة، لكن خوفه من عيون المخابرات البريطانية خلته يقفلها، واشتغل ممرض في أحد مستشفيات في حتة بعيدة عن اسطنبول في تركيا. وقابل هناك الأديب يحيى حقي اللي كان ساعتها بيشتغل دبلوماسي في سفارة مصر في تركيا. يحيى حقي انبهر بشخصية أحمد كيرا، ووصفه بعد كده في كتاب طبعه بعد كده اسمه ناس في الظل. قال فيه إنه بعبع الإنجليز بيبحثوا عنه بعد أن فتلوا له حبل المشنقة، كنت لا ألقاه إلا صدفة، وألح عليه إن إحنا ناكل معه. يعني دايما يلح عليه كاتب يحيى حقي تعالى ناكل معه، يقول له لا، قريبا قريبا. وظل هذا الموضوع 4 سنوات. بيقول كلما أدعوه يعتذر بأدب. قد رأيت فيه المثال الفذ للرجل الشريد، الرجل اللي هو مشرد، كانت ملابسه تدل على مقاومة شديدة الفقر يعني. يمشي على عجل وبحذر كأنه يهرب من جاسوس يتبعه. يخلو كلامه من أي عاطفة، لا تدري إن كان متعب أو غير متعب. جيبه نظيف أم دافئ، معدته خاوية أم عامرة. دي أوصاف يحيى حقي عن أحمد عبد الحي كيرا. حاول مرة إنه يكتب له جوابات الأديب يحيى حقي، معرفش عنوانه. ليه؟ لما سأله بعد كده عرف إنه كان بيقوله إن هو مأجر 3 شقق وكل واحدة بعيدة عن التانية، وإنه بيغير اسمه كل سنة، وإنه ما بينامش في بيت واحد أكتر من ليلتين ورا بعض. وقال بالنص إن المخابرات البريطانية مش هتسكت عن طلبي، لأن بريطانيا مش هتنسى طارها معايا. لدرجة إن من شدة حرصه وحذره وحذر أحمد كيرا افتكر أديب يحيى حقي إنه مهووس أو إنه عنده مرض نفسي، وإنه إنه هو مطارد على طول وكده، لغاية لما يحيى حقي بيقرأ في جورنان العثور على جثة مطعونة بخنجر بجوار أسوار اسطنبول القديمة. لكن المصادر البريطانية بتقول بعد توقيع معاهدة 1936 سافر 3 من عملاء الإنجليز من الألم السياسي في مصر لتركيا. واحد اسمه جريفيس، واحد اسمه ماركو، وواحد اسمه اسكندر جوزافو. واستطاعوا استدراك أحمد عبد الحي كيرا إلى أحد ضواحي اسطنبول القديمة، واختلوه ومثلوا بجثته وعادوا لمصر. وبعد ما قتلوا قالوا لقد سأرنا لأرواحنا ولأرواح جنودنا التي أزهقت في مصر، لقد أدينا الواجب. أما جثمان البطل فقد ظل في العراء للبوم والغربان حتى كشف عنه البوليس التركي، واتدفن أحمد عبد الحي كيرا بعيد عن وطنه وأهله، وعاش ومات بدون ما يعرف عنه أي حد. لكن سيظل هذا البطل رمز من رموز هذا الوطن. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.